وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع المرض بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية، حيث نقل إلى الرعاية المركزة نتيجة مضاعفات العلاج الكيماوي الذي تسبب في انقطاعه عن تناول الطعام وفقدانه نحو 7 كيلو جرام من وزنه. وكانت هبة تركي زوجة الراحل قد كشفت في تصريحات سابقة إن بداية شهر رمضان لم تكن طبيعية بالنسبة لهما، إذ عانى شيكا من تعب شديد وضعف في النظر ما استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله الرعاية المركزة على الفور. وأوضحت زوجته إن نتائج المسح الذري أظهرت استجابة بسيطة للعلاج، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يستكمل جلسات الكيماوي خلال الأيام التالية، إلا أن حالته الصحية تدهورت إثر تعرضه لانسداد في الأمعاء ما زاد من معاناته قبل وفاته. رحم الله إبراهيم شيكا وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.